لو انت من الناس اللي لازم الصبح في الفطار جنب كوبايه الشاي بلبن شويه قراقيش بالعجوه بطعم وريحه زمان بطريقه سهله وبسيطه، حطي لايك للفيديو ويلا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. هاتي كيلو دقيق يا ست الكل ويلا نشوف هنعمل مع بعض القراقيش بطريقه سهله وبسيطه وهتطلع معاكي ناجحه وطعمها تحفه. اول حاجه انا هنا للدقيق بتاعي جايبه كيلو متعدد الاستخدام. لازم تنخلي الدقيق بتاعك عشان تدخلي فيه الهواء. انا هنا هستخدم العجان، ما عندكيش عجان ما تصعبيش حاجه على نفسك، هاتي البوله بتاعتك وامشي على نفس الخطوات وهتطلع معاكي ممتازه. هنزل كمان بمعلقه صغيره سكر، ذره ملح، نص معلقه صغيره بيكنج باودر، ما تكتريش في البيكنج باودر عشان ما تخليش القراقيش بتاعتك تفرش، كيس خميره فوريه. هقلب بقى كل المكونات الجافه دي مع بعضها. انا هنا هنزل بالماده الدهنيه بتاعتي. انا عامله ميكس ما بين الزيت والسمنه والزبده، المهم يكونوا كوبايه ونص. عايزه تستخدمي كوبايه ونص زيت على سمنه بس براحتك خالص. هبدا بقى المرحله دي اهم مرحله، اللي انت تبسسي الدقيق كويس قوي مع الماده الدهنيه اللي احنا حطيناها. بصي كده، اول ما تمسكي الدقيق بتاعك بعد ما حطيتي الماده الدهنيه وتلاقيه لمت كده بقت عامله شبه حبات الرمله المبلوله، كده تعرفي ان انت بسستي كويس قوي. تبداي بقى تنزلي بالسوائل بتاعتك. انا هنا هستخدم كوبايه ونص لبن، ممكن تستبدليهم بكوبايه ونص ميه، بس احنا عايزين نعزز القيمه الغذائيه فهنحط كوبايه ونص لبن. اعجني برضو كويس قوي لما تلاقي العجين بتاعك لم. انا هنا كمان نزلت بشويه ميه صغيرين حسب كل نوع دقيق، ممكن يحتاج معاكي بعد الكوبايه ونص لبن ممكن يحتاج معاكي شويه ميه صغيرين وممكن لا. انا الدقيق بتاعي هنا كان محتاج شويه ميه كمان او شويه لبن كمان. بس العجينه بتاعتي لمت والعجانه بتاعتي نضفت كده، انا عرفت ان العجينه بتاعتي مش محتاجه تتعجن تاني. هسيبها بقى تتركن جنبي 10 دقايق بس ترتاح. يلا نجهز مع بعض العجوه، وممكن كمان تسيبي القراقيش بتاعتك ساده او تحشيها ملبن حسب ما انت بتحبي. انا هبدا اجيب كيس تلاجة وافتحه واحاول ان انا اقطع العجوه بتاعتي كده والفها على شكل رول، بتسهل معاكي وانت بتحشي القراقيش بتاعتك. وكمان سبت العجينه بتاعتي 10 دقايق، كل ما تسيبيها 10 دقايق العجينه بتبقى سهله معاكي في الفرد. هجيب بقى النشابه بتاعتي وهبدا افرد. انا لا عايزه العجينه سمكها ولا تخينه قوي ولا رفيعه قوي. شويه الزيادات اللي انا قطعتهم دول انا بركنهم وبرجع اشتغل بيهم تاني. خلصت العجينه زي ما انا عايزه والمقاس اللي انا عايزاه، هحط بقى العجوه بتاعتي في النص وقفلي عليها كويس وحاولي تفرديها بس ما تخليهاش رفيعه قوي علشان الرقيش بتاعتك ما تطلعش رفيعه قوي. لو انت بقى زي حالاتي وعايزاها كلها مقاس واحد، اول واحده قطعتيها قيسي عليها تاني هتطلع معاكي كلها مقاسها مظبوط. لو انت مش فارق معاكي قطعي زي ما بتيجي ببركه ربنا، كله حلو. بصي الخطوه دي حلوه قوي وسهله وبسيطه وبتنقلك شكل القراقيش بتاعتك في حته تانية اكنك شاريها من بره. شويه لبن وشويه سمسم. هتجيبي القراقيش بتاعتك القطعه اللي انت قطعتيها تنزليها في اللبن وبعد كده تنزليها في شويه السمسم وتتكي عليها عشان تاخد كميه سمسم كويسه، وبعد كده رصيها في الصاج على طول. الصاج بتاعي مش مدهون. بصي شكلها بعد ما خلصتها، وكمان كنت عامله صاج بالعجوه من غير سمسم. انا كده خلصت كل الكميه بتاعتي، اللهم بارك. الكيلو دقيق طلع كميه حلوه قوي، كانت ريحتها جباره وطعمها حلو قوي. نبدا هنا عشان التسويه. انا ما خمرتش العجينه بتاعتي في الاول، فهسيبها بعد ما قطعتها تخمر حوالي ساعه وبعد كده ادخلها على الرف اللي في النص. مشغله الفرن من قبليها على درجه حراره 180، ما بشغلش الشوايه. هي هتاخد اللون الجولد الحلو اللي انت شايفاه ده من فوق ومن تحت. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش في اللايك والشير وصلي على الرسول في الكومنتات، وربنا يحسن ما بين ايديكم.